في ظل الانفلات الأمني غير المسبوق، شهدت منطقة مذيخرة بمحافظة إب ظهور عصابات لقطع الطرق والنهب والقتل أرعبت أبناء المنطقة، وتزايدت معها حالات القتل مؤخرا. من القرى والعزل المجاورة لقرية الشخص بمديرية مذيخرة اجتمع هؤلاء المواطنون وكل يحمل سلاحه لأجل مساندة أبناء قرية الشخص في القضاء على العصابة المسلحة التي تمارس أعمال السلب والنهب. كان اجتماعنا مع معظم قبائل مديرية مذيخرة من أجل ما تعرض له أبناء منطقة الشخص من يعني تقطعات وتخريب داخل المنطقة. فكان اجتماع القبائل بشكل عام على أساس التصدي لمثل هذه الظاهرة، ظاهرة التقطعات، ظاهرة النهب، السلب التي تعرضت لها منطقة الشخص. نحن من المناطق المجاورة لمنطقة الحمادي والشخص، المناطق التي تأذت كثيرا من المخربين، ولقد لمسنا ما عانوه في الأيام الماضية من تخريب ومؤاذاة من عصابة مسلحة تأتينا من المناطق المجاورة الذين ليس لهم حق في الدخول إلى مناطقنا. قصص يرويها أبناء المنطقة لضحايا وقعوا بسبب هذه العصابة التي تقطع الطريق وتبتز المواطنين والمغتربين وتنهب ممتلكاتهم، إضافة إلى الاستيلاء على منزل أحد المواطنين مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة التي بحوزتهم. العصابة هذه الموجودة في منطقة الشخص تمتلك عدة أسلحة من الآليات والRPG والمعدلات. الداعم لهم هو ابتزازهم للمغتربين بحجة حماية البيوت والسيارات، ويقطعون الطرق على بعض المغتربين ويقومون بنهب محتويات السيارات. حكموا إلى بلادنا وقالوا 3 أيام يحاربوا. صار المقدم بيني أنا وهم الثالثة يوم، ثم صار الإطلاق منهم الاثنين ومعهم جماعة 70 أو 80 نفر. صار في هذه الطلقة. تم الاعتداء من العصابة الإجرامية على المنزل تبعي في منطقة الشخص وطرد الحريم من البيت، وتم نهب ممتلكات المنزل وتم إطلاق النار على البيت كامل. حتى هذا الطفل ذو 9 سنوات كان أحد ضحايا هذه العصابة التي اغتالت طفولته البريئة أثناء شرائه الآيس كريم، ليقتل معه أيضا بائع الآيس كريم. طالب الحكومة ووزير الداخلية بأن يقبضوا على المتهم ويحاكموه، وابني عمره 9 سنين الذي قتل ظلما وعدوانا، ما فيش أي سبب، خرج يشتري له سكريم بس. إدارة أمن مديرية مذيخرة تؤكد على خروج حملة للقبض على هذه العصابة، لكن الحملة لم تستطع ذلك. احنا بتعاون المواطنين حركنا حملة بمجرد اتصال تلفوني وتحركت الإعلان، والقيادة من فوق ما قصرت بأي شيء، أرسلت الحملة بهذا الوقت، وتم خروج الحملة هناك ومتابعة الشخص على محاصرته، وكان معلومة انه محاصرة، بينما انه في ثغرات كذا، فحصل ضرب هذا الموضوع وهو متنقل، هم غير ثابت مثلا ما يستقرش في محل محدد دائما الا اختراقات وهروب. تشكيل عصابات مسلحة للقيام بأعمال التقطعات والإخلال بالأمن والسكينة العامة ظاهرة برزت في مناطق مختلفة بشكل يدعو للقلق، مما يتطلب من الدولة شد قبضتها الأمنية وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.